يا مساء السعادة على يومكم يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. دلوقتي هنعمل عشاء خفيف. ده حواوشي بربع كيلو لحمة بس عملته، وبصراحة تحفة جدا. ودي الطحينة اللي انا كنت عاملاها معاكم. وما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي في الكومنتات، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا بعمله في الطاسة. بصوا دي ربع كيلو لحمة. كترت بقى عملتها بقى. ربع كيلو لحمة عليها بصل كتير، فلفل كتير، ملح، فلفل اسمر، كمون، بابريكا، بهارات حواوشي، وحبهان مطحون. وطحنتهم كلهم في الكبة، بس انا سبتها يعني في التلاجة شوية عشان ايه تتبل يعني وتاخد من التتبيلة. وهنا جبت العيش السياحي ده، فتحته وحطيت عليه اللحمة المفرومة. وعملت معاها بصراحة كمية كتيرة جدا، يعني انا ما عملتش كمية كلها عشان ايه، قلت بس يعني لما نيجي ناكل نعملها عشان تبقى سخنة يعني. فانا بعملها في الطاسه. انا بس بحط الزيت على النار وبوطي خالص النار عليه عشان اللحمه تستوي ما تاخدش لون، واللحمه جوه تبقى نيه. عشان زي ما انتم شايفين كده حطيتها في العيش، واحطها على النار، واغطي النار عليها خالص، واغطيها خالص. أنا كنت هحط رغيفين بس لما لقيتش مش هتغير رغيف واحد. واديني غطيت عليها خالص اهو. بص اهو وشوفوا كام عملت معايا، كام واحده اهو. وبوريكم اللي في الصينيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا يا بنات على النبي في الكومنتات. وبصراحة يعني كلامكم اللي أنا بشوفه في الكومنتات بيفرحني جدا جدا جدا. وعايزة أشكركم من قلبي على دعمكم ليا والكومنتات الحلوة اللي زيكم. يا رب بحق الأيام المفترجة اللي في نفسه حاجة يحققها. ويا رب يخليكم ولادكم ويرزقنا كلنا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. دلوقتي زي ما انتوا شايفين يعني الطحينه اللي انا كنت عاملاها معاكم بس عامله ازاي اهي. هحط منها شويه، واحط عليها فص توم صغير. لو كان عندي بقى خضره تبقى تحفه. هحط عليها فص توم صغير، واحط ميه سخنه وشويه خل وملح وكمون بس. وبخففها يعني بالملح والكمون. بحط عليها ملح وكمون، وبخففها في شويه خل وميه دافيه اهو. انا ما كترتش طحينه عشان يعني لو قعدت ما تعملش ريحه، فهي عشان هي بس تتحشى بيها وخلصت يعني. اهي زي ما انتوا شايفينها. انا مش عارفه اوريها لكم انا بعملها بصراحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبكم بقى الفيديو لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. هي كانت خفيفه، انا تقلتها بشويه طحينه كمان اهي. شوفوا شكلها جميل ازاي. واللي ما شافش فيديو الطحينه هتلاقوه عندكم في القناه تحت اهو. يا حبايب قلبي بصوا شكلها عامل ازاي اهي. بفضيها في الطبق واوريكم شكلها زي الجاهز اللي بره. بس خلي بالكم ان الجاهز اللي بره بيعملوه، انا عرفت يعني من حد ان الطحينه بيعملوها من عيش الشامي. هو فعلا صح ولا انا متهيألي؟ عشان تبقى بيضه بيعملوها من العيش الشامي. فمش عارفه بصراحه الكلام ده صح ولا. وده اللفت انا كنت عاملاه، بس بصراحه جميل اوي. بصراحه اول مره اعمله عشان ابقى صريحه، انا عمري ما عملت اللفت. بس بصراحه عملته اول ما عملته طلع حلو اوي بصراحه. ده بعد ما عملته قلت افتح عليه اشوف لقيت طعمه حلو اهو. حبه وقعوا كمان مش مشكله. قلت ادوق بصراحه.